السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة نبض التحاليل، القناة اللي كتقربكم من عالم التحاليل الطبية بطريقة بسيطة وسهلة الفهم. اليوم غادي نتكلم على أكثر التحاليل طلبا في المختبرات اللي هي الأنفاس نيميغاسيون فورميل سونغان، أو ما يعرف بالإنجليزية CBC. فحلقة اليوم غنتعرفوا على هاد التحليلة عن قرب، أهميتها، مناش كتكون. فخليكم معايا حتى الآخر الفيديو باش تقدروا تفهموا نتيجتكم بطريقة مبسطة ومفيدة. وطبعا ما تنسوش الاشتراك ومشاركة الأصدقاء بهذه المعلومات القيمة. فتحليل الأنفاس كيعطينا واحد الفكرة شاملة على حالة الدم ديالك، بمعنى عدد الكريات الدم الحمراء، عدد كريات الدم البيضاء، وحتى الصفائح الدموية. فمن خلالها نقدروا نتعرفوا على إمكانية وجود فقر الدم أو التهابات أو حتى مشاكل في المناعة. تحليل الأنفاس ببساطة كيعطينا واحد النظرة عامة على خلايا الدم الثلاث، الكريات الحمراء والكريات البيضاء والصفائح الدموية. غنبداو بالكريات الحمراء لي جلوبيل غوج، هي الخلايا اللي كتنقل الأكسجين من الرئتين لجميع أعضاء الجسم، وكيعطينا التحليل معلومات بحال عددها، الحجم ديالها، ونسبة الهيموغلوبين فيها. من خلال هاد الأرقام الطبيب راه كيعرف واش كاين فقر الدم لانيمي أو العكس، كثرة الكريات الدم الحمراء. مثلا إلا كانت نسبة منخفضة بزاف ممكن تكون عندنا أنيمي بسبب نقص الحديد أو فيتامين B12. نمروا الكريات البيضاء لي جلوبيل بلون، هادو هما جنود المناعة ديال الجسم. الدور ديالهم هو محاربة الميكروبات والفيروسات. من خلال تحليلهم الطبيب كيقدر يعرف واش الجسم كيعاني من التهابات أو العدوى أو حتى أمراض مناعية. والزيادة ديال العدد ديالها كتعني غالبا إما التهاب أو النقص ديالهم، قد يكون سببه هو ضعف المناعة أو تأثير بعض الأدوية. وأخيرا الصفائح الدموية لي بلاكيت، هي اللي كتساعد الدم يتجلط ملي كيتجرح الإنسان، والعدد الطبيعي ديالها ضروري بزاف، حيت النقص ديالها كيعني خطر النزيف، وزيادتها ممكن تدل على مشكلة في النخاع العظمي أو التهابات مزمنة. إذن التحليل ديال الأنفاس هو أحد أهم التحاليل اللي كيبين لنا بزاف ديال الحوايج في الجسم ديالنا بحال فقر الدم أو التهابات. لكن ما تنساوش أن ضروري دير تحليل على الريق. تحاولوا تشربوا الماء الكافي قبل التحليل باش الدم يكون سهل للسحب، وحافظوا على التغذية المتوازنة وغنية بالحديد والخضروات الورقية باش يكون الدم ديالك قوي. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة نبض التحاليل تحفيزا منكم لتكميل سلسلة التحاليل الطبية. دمتم في رعاية الله وشكرا.